البحر الأبيض المتوسط مساحة مأهولة بالتاريخ، وقت كان سادة البحار يشعلون على زبده حربا لا تخمد. ولعل أخبار الحروب الصليبية وهيمنة الأتراك ما زالت ترتطم كالموج في ذاكرة ضفتيها. الجزائر التي كانت تدعى عش القراصنة لم تكن كذلك في عيني القديس أوغسطين، أبوليوس لوكيوس دولا كروا، جاك ديريدا وغيرهم، بل كانت الجزائر الملهمة لأبجل إبداعاتهم الخالدة. هذا أبو الأدب الإسباني ميغيل دي سيرفانتيس سافيديرا، المولود في 29 من سبتمبر عام 1547 بألكالا دو هانيراس، فنان مغامر بجنون في معارك طاحنة باسم المسيحية، وهو يدرك أن قلما وحفنة من ورق كفيلة بتغيير العالم. En esta producción literaria de Cervantes, aquí en Argel se gesta precisamente el Cervantes. Por eso yo creo que simplemente este hecho podría crear unos lazos entre las sociedades argelina y española. لعل الجزائر من ثبتت له ذاك اليقين، فهي ملهمته الأولى لرائعته دون كيشوت ولأعمال أدبية أخرى حين كان أسيرا بها ل5 أعوام. No solamente en nuestra experiencia vital en Argelia, yo creo que el espíritu de Don Quijote sigue vivo todavía. Digamos, ese afán de justicia, ese idealismo, son valores universales que Cervantes pone de manifiesto en el Quijote, que yo creo que son muy necesarios cuando se tiene una misión como la nuestra, ¿no? Que es una misión de difusión de una lengua, de una cultura, como vehículo de comunicación, de diálogo intercultural. Yo creo que eso es siempre muy necesario para las relaciones con otros países y para las relaciones con otras culturas, y en este caso concreto con la cultura argelina y con la sociedad argelina. سيرفانتيس وبطله الشهير كان ملهما أيضا للعديد من المبدعين الجزائريين، من بينهم الروائي وسيم الأعرج. بعد رواية حارسة الظلال ها هو يوقع كتابه الجديد على خطى سيرفانتيس في الجزائر. ما قدره مع الأديب الإسباني الشهير؟ دون كيشوت سي ان ليفر دو شوفي بالنسبة لي، هو كتاب يومي يعني أساسي مثل ألف ليلة وليلة، وبنفس الدرجة من الاهتمام. لكن العشق الأندلسي والأصول الأندلسية قد تكون لها جاذبية يعني في ذلك، لكن فعلا في العصر الحالي أنا عندما كتبت مثلا حارس الظلال لم يكن في رأسي سيرفانتيس الذي كتبت فيه على خطى سيرفانتيس. على خطى سيرفانتيس كتبت وأنا بذهني صورة شبيهة للأمير عبد القادر لكن بشكل مقلوب، يعني شرقي نحو الغرب وغربي نحو الشرق، سيدير أن لي غوتور نشوف ماذا حدث في هذه الحركة، لأن كله يتم عبر حركة بشرية، وأعتقد أن ذلك يستجيب مع أسئلتنا الراهنة، لأنه الكتابة أو الكتاب سواء كان رواية أو أمبولير يعني في نهاية المطاف يضعون أمام الأسئلة المعاصرة، وليس بيننا وبين هذا الرجل 4 قرون، لكن المشكلات التي طرحها ما تزال مشكلات أساسية وجوهرية في حياتنا اليومية. إذن شاءت الرياح أن تعصف بسفينة إليسول الذي كان من المفترض أن تعود به من نابولي إلى إسبانيا نحو خليج الأسد بكورسيكا، حيث انقضت السفن التركية عليها قرب السواحل الكتالانية بقيادة الرايس أرناؤوط مامي. واقتيد إلى الأسر سيرفانتيس ذو 28 ربيعا رفقة أخيه رودريغو وأعيان مرموقين، واشتراه من سوق النخاسة الرايس دالي مامي ب200 أوقية ذهبية.
لأن سيرفونتيس كان من الرهائن المحظوظين، فقد سمح له بالتحرك داخل المدينة المحروسة الساحرة ناصعة البياض، تتعانق فيها المساجد والقصور والحدائق، وشعبها مسالم كريم. هكذا سمحت العبودية لسيرفونتيس أن يوثق تلك التفاصيل من عادات الجزائريين، من سير حكامهم، ثقافة الشعب ولغته وحضارته في العهد العثماني في كتبه الحياة في الجزائر، سجون الجزائر، والفصل 39 و40 و41 من كتابه دون كيشوت. وقد رد سيرفونتيس على النظرة الأيديولوجية الضيقة للمؤرخين الغربيين حول العالم الإسلامي والجزائر خاصة رغم ضيق أسره. La imagen de Argelia es la imagen de la época que vivió Cervantes, bueno, sobre todo en el capítulo del cautivo, en los capítulos del Quijote en los que narra una novela dentro de la novela, que es la historia del cautivo, pues bueno, narra evidentemente la época que le tocó vivir a Cervantes, que es del 1575 al 1580. Son unos años en los que el Mediterráneo es totalmente diferente al Mediterráneo que conocemos ahora mismo, y las sociedades son completamente diferentes, aunque sí, en todo está presente ese Mediterráneo como cruce de culturas, como intercambio y como diálogo de culturas. Pero digamos que la influencia en la sociedad en este momento no podemos verlo, ¿no? Es una visión de la época. لازم تاخذ سيرفونتيس في كليته وفي تحوله. C'est surtout ça يعني ce qui est important في سيرفونتيس. كيف دخل إلى الجزائر وكيف عاد إلى إسبانيا؟ الحقبة هذه هل أثرت فيه أم لم تؤثر فيه؟ أنا أعتقد أن هناك كل الملامح التي تدل بأن سيرفونتيس تغير وهو في الجزائر، تغير من خلال علاقاته مع الآخرين، تغير في أحكامه الدينية، تغير في أحكامه الإنسانية تجاه الآخرين، تغير في أحكامه الطقوسية، حكمه على الناس إلى آخره. دونك il a changé fondamentalement يعني، وفيه نصوص تبين ذلك يعني، سواء النصوص القصصية القصيرة أو النص الروائي العظيم اللي خصص له ثلاث فصول الجزائر. البحر هادئ يحاور في العلو آثار أشهر أدباء الإنسانية، المغارة في أعالي الحامة بالجزائر العاصمة كانت سبيله الأخير نحو الحرية. وقد تم ترميمها وافتتاحها عام 2006 بمناسبة مرور 4 قرون على صدور الرائعة العبقري النبيل دون كيشوت دي لا مانشا من قبل السلطات الإسبانية والجزائرية. وبعده هناك كتاب وهناك رسامين، يعني في كل قرن إلا يعطي هذا البلد، بصرف النظر عن جنسية. سيرفونتيس كان أسير حرب، ولكنه أخرج عملا إنسانيا من هذه الأرض. معلم حضاري شاهد على حوار الديانات والثقافات، تحاور في سمو إنساني مغارة أخرى تقع في فرندا بولاية تيارت، كتب فيها أبجل ما كتب في تاريخ البشرية، المقدمة للعلامة ابن خلدون. ابن خلدون كان هاربا أيضا من بطش الملوك ومن النزول ومن الانحطاط ومن المناكر والمفاسد التي كانت تجري في عصره، وعصره كان عصر انحطاط، ولكنه كان متجاوزا لعصره وأعطى. مغارة سيرفونتيس تحولت أيضا إلى ملتقى للشعر والأدب، لما للمكان من ذاكرة وإلهام.
كالأمسية الشعرية العالمية أصوات المهجر التي نظمتها المكتبة الوطنية الجزائرية. Si quieren podemos hablar un poco de las próximas actividades, que es un programa muy rico de actividades que estamos coordinando entre los dos ministerios de cultura, el Ministerio de Cultura argelino y el Ministerio de Cultura español, en lo que es evidentemente un diálogo intercultural. Argelia en este momento está presente en Madrid con una exposición de pintores argelinos en el Círculo de Bellas Artes, y el año pasado realizó una quincena cultural en Madrid. Nosotros en abril vamos a realizar también toda una quincena cultural española en Argelia, privilegiando siempre el diálogo entre las culturas. معهد سيرفونتاس هو الآخر قطب ثقافي، لا تقتصر وظيفته على تعليم اللغة الإسبانية فحسب، كذلك مكتبته الزاخرة بالأدب الإسباني. حتى اليوم لا يوجد كثير من المعاهد العربية في البلدان الأوروبية، مع أن الوزارة الثقافية الإسبانية قد قامت ببيت العروبة، وهي سوف تنظم أكثر من النشاطات الثقافية الآن. ولكن كما قد قلت الوجود أو الحضور العربي في إسبانيا الآن عن طريق المنظمات الرسمية ليس كبيرا جدا. لقد أضحى سيرفونتاس الوصل بين ضفتين متباعدتين بالفروقات التي وضعها الإنسان ضد أخيه الإنسان، ولو أنهم كانوا في تعايش طويل طيلة 8 قرون في الأندلس. هذا الموضوع الذي يعود إليه الحديث هذه الأيام. هذا يشجعنا إلى أن نبحث عن الشخصيات التي عاشت يعني من شمال البحر الأبيض المتوسط في الجنوب، أو من جنوب البحر الأبيض المتوسط في الشمال، يعني مثلما قلت في مشكلات حوار الحضارات، فهناك شخصيات مثل شخصيات سيرفانتيس، ووسني ذكر شخصية عبد القادر، يعني نشأوا في مثلا الشمال أو جنوب البحر الأبيض المتوسط، ثم استعرفوا بالضفة الأخرى، فهذا يشجع الحوار بين الحضارات، ومن خلال حياتهم نفهم أن هناك تبادل التجارب والخبرات، هذا شيء ممكن ومفيد للمجتمع. العالم عرف بسقوط الأندلس أكبر عملية ترحيل لا شبيه لها. بدأت مع الملك الإسباني فيليب الثاني، وبلغت شراستها مع الملك فيليب الثالث الذي أقام محاكم التفتيش لتنصير المسلمين بالتنكيل والتعذيب والحرق. وقد حارب سيرفونتاس هذا في مسرحيته الشهيرة ندوة الكلاب، وهذا ما أخضعه للتفتيش أيضا. أنا وجدت بأن سيرفونتيس كان عنده رد فعل، يعني وفيه نصوص تبين، فيه نص نقول لك، يعني أولا في دون كيشوت، في واحد من الفصول الثلاث لو كابتيف،
وفي لنوفيل اكزومبلير القصص المثالية فيه كذلك قصص حول الموضوع، فيه نصوص يبين فيها الموقف الذي حصل من الطرد الأندلسي، وين أنه يطلع بطل ويسأل الأبطال يتساءل فيه بطل أندلسي وبطل بقي بإسبانيا، فالبطل الإسباني يسأل الشاب الأندلسي الذي ذهب إلى الأندلس ثم عاد إلى إسبانيا، يقول له ماذا حصل لك؟ يقول له هذا ما فعلوه بي وطردوني بينما أنا كبرت في هذه الأرض وترعرعت فيها ما لا يقل على 8 قرون، والآن أنا أذهب نحو فراغ لا أعرفه. ربما هناك قد يقتلونني لأني بالنسبة لهم أجنبي، وهنا يطردونني لأني بالنسبة لهم أجنبي. أنا أعتقد الشعور بالوحدانية، الشعور بهذا النزعة الأجنبية، أنت لا أنك إسباني مقبول ولا أنك في المنطقة الأخرى مقبول. فمثلا هو أدخلنا في مجموعة من الحوارات ونشعر بموقف الكاتب من هذه القضية. لقد عشنا غبنا وظلما كبيرين أينما حللنا، فنحن نبكي إسبانيا لأنها مسقط رأسنا، لا نجد أي ترحيب يملأ القلب، فقد قهرنا في الأراضي البربرية وفي أطراف إفريقيا حيث كنا ننتظر ترحيبا وأخوة. هنالك كذلك صرنا نشتم ونهان. لقد زادت قناعتي اليوم بأن لا بديل لنا عن الوطن أبدا. الجزائر كانت جميلة في كتبه، حتى أنه يشير إلى الكثير من الشخصيات كعلي العلج، الرئيس مراد، حسن باشا، والجميلة زريدة التي أوعز لها الفضل في نجاته والعودة إلى الوطن، ولو أنه ككاتب قد يخلط بين الواقع والخيال بشاعرية متناهية. في قراءتين، عندما نقرأ سيرفونتيس سطحيا سنكتشف بأنه سيركزون على الجانب الديني، على ردود الفعل إلى آخره. يجب أن لا ننسى بأن الرجل بقي سجين 5 سنوات، يعني في ردود فعل. لكن أنا أعتقد يعني لو نتأمل ما قاله سيرفونتيس عن محيطه، عن الناس الذين عاش معهم، أبطال روايته في بعضهم يعني مثلا شخصية زريدة، يعني شخصية جميلة، حتى البطل يعني اللي فيه كثير من ملامح سيرفونتيس يحب هذه الشخصية ويتحدث عن مناطق إلى اليوم ما تزال موجودة. يعني إذا أردنا أن نعرف صورة الجزائر بين القرن السادس عشر والقرن السابع عشر فعلا يعطينا صورة جميلة، وليست صورة بكل هذا السوء. لكن تعرف في مثل هذه الأمور مثل اللي يدخل قاعة مسرح ويسأل قال فيه جمهور، إذا كان إيجابي يقول هي نصف مملوءة، وإذا كان سلبي يقول هي نصف فارغة. وهران بنسائمها الأندلسية والتواجد الإسباني بها ربما من جعل سيرفونتيس يحاول الهرب عبرها. حاول الهروب إلى وهران من منطقة العاصمة، لكن فيما بعد أرجع. لكن فيما بعد بسنوات أوفد في مهمة إلى وهران، من n'était pas prisonnier، أوفد في مهمة ورجع. يعني المهمة لم تطل كثيرا، وله وثيقة يتحدث فيها يعني عن وهران إلى آخره. واصل سيرفونتيس الفرار، لكن خيب أكثر من مرة، إلا أن تمت فديته في 19 من سبتمبر عام 1580 ميلادية من قبل رجل الدين فراي خوان جيل، وكيل جماعة التثليثيين المسيحية، ودفع الفدية إلى السلطان حسن باشا. لعل مصيره الاستثنائي في الجزائر بعد معركة ليبونت الذي تحول فيها سيرفونتيس إلى مشلول اليد اليسرى، من حوله إلى أهم كاتب في الإنسانية. وبعد 30 عاما من سجنه في الجزائر أصدر سيرفونتيس جنسا أدبيا جديدا عرف بفن الرواية، لكن دون كيشوت أشهر من علم. قال عنها صاحبها: أريد لمن يقرأها أن يضحك لساعات. أصدر سيرفونتيس الجزء الثاني عام 1615 ميلادي،
ترجمت إلى معظم لغات العالم، حولت إلى أفلام وأعمال تشكيلية أشهرها لوحة دالي وبيكاسو، ورسوم متحركة وكتب للأطفال. قصة هزلية عن فارس بلغ به الهوس بفضل ما قرأ من كتب الفروسية القديمة أن يعيد مجدها، فخرج يحقق العدل والنصر للضعفاء، معتمدا على أسلحة قديمة خلفها الآباء. لذا تعين على الفارس أن يكون له تابع مخلص، سانشو، وتستمر المغامرات. قصة أضحكت الجيل الأول وتبسم لها الجيل الثاني، وأبكت هذا الجيل لما لها من إسقاطات خاصة على الواقع العربي المرير. دون كيشوت وسانشو يملأان إسبانيا بتمثاليهما في كل مكان، وسيرفونتيس الفارس الذي لا يترجل أي معلم من معالم الكالا هو أيضا خلد التواجد العربي في إسبانيا. فالآثار الإسلامية العريقة لا تختلف جمالياتها عن جماليات أدبه. وربما الكاتب أيضا اطلع على الأدب العربي، فاللغة القشتالية كانت سائدة آنذاك، وهذا المخطوط يظهرها بكتاباتها الموريسكية. تأخذي مثلا نظام دون كيشوت، ستكتشفين بأن النظام الداخلي الذي شيد عليه هذا النص فيه من النظام القصصي العربي كذلك. يعني قصدي ليس غريب عن ما كان موجود في الأندلس. هو يتكلم على شخصية، هذه شخصية الراوي، فيه باحث يقول بأن بن أنجلي شخصية يهودية، ولكن أنا أعتقد شخصيا أن بن أنجلي هي شخصية روائية حكائية، هي لو دوبل دو ليكريفان إذا تحب، يعني مش الكاتب ولكن صنوه، يعني يجيبه يروي من خلاله، لأن ما سيرويه في دون كيشوت خطير جدا. ولهذا في نهاية المطاف سيقول، يعني إذا حكم حتى المشاكل عندما وقعت له، لأنه يتحدث عن مخطوط، فقال مش أنا الذي أقول هذا، وإنما شخصية أخرى غير أنا. Cervantes en el Quijote introduce bastantes elementos, no solamente en el Quijote, en otras obras, en obras de teatro como Los Baños de Argel, y también en el Quijote se nota precisamente la influencia de Argel y de la sociedad de ese tiempo en España. También hay que tener en cuenta que había en España también un substrato árabe muy importante que evidentemente se refleja en la literatura española. Y Cervantes hace muy bien esa unión entre las dos sociedades, entre las dos literaturas también, porque evidentemente Cervantes es una persona que recibe muchas influencias y también recibe evidentemente influencias de la literatura árabe, aunque no es seguro que él leyera en árabe, pero conocía a través de traducciones toda la literatura árabe de la época. في رواية دون كيشوت صورة الجزائر في القرن ال16 ميلادي، وهي التي حولته من متطرف ديني في الحروب الصليبية إلى محارب في سبيل التسامح الديني، ولو بأسلوب ساخر مقنن داخل نصوصه التي تحتاج اليوم إلى فك للشفرات. لكن أفكاره الصادقة وصلت إلى كل مكان وفي كل زمان.
لم يحظى سيرفونتيس بشهرته إلا بعد وفاته في 22 من أفريل عام 1616 ميلادية بمدريد، بعدما سلبته السجون أغلب أيامه، ولكنه ظل حرا بروحه وخالدا بأدبه. المسلمون في الجزائر يسمحون لنا كما ترى بالحفاظ على ديننا والقيام بصلواتنا، ويتركوننا أحرارا ولو كان ذلك بشكل سري.